يا جماعة قلنا والله ما ينفعش السخان بتاعك يوصل للمرحلة دي. الجراب متقطع، الورقة طبعا بتحشر، وطبعا المشاكل ديت اكيد كانت بتحصل قبل ما توصل لورقة ان هي تحشر. فبمجرد المشكلة دي ما توصل للحاجة ديت، او لما تلاقي شكل الورقة كده، لازم تروح لفن الصيانة علشان يغير لك موضوع جراب السخان ده ويشوف لك السخان. زي ما انتم شايفين اهو جراب السخان بايظ خالص. لسه هنفك بقى ونشوف اذا كان السيراميكا فيها مشكله، اذا كان البراشر فيه مشكله. يعني ممكن تكون المشكله تكبر منك، بدل ما تكلفك مثلا 200 300 جنيه لا هتدخلك في 500 600 جنيه. فيا جماعه ناخد بالنا من الموضوع ده، ودايما دايما دايما اول ما تحصل معانا مشكله بيكون معانا رقم الفني اللي احنا بنتعامل معاه او المهندس اللي بيتعامل معاه، بنبلغه اول باول بالتفاصيل علشان لو في اي حاجه نلحق نعملها ونصينها قبل الموضوع ما يتفاقم او تحصل مشكله كبيره. لو حابب بقى ان انت تعمل عندي صيانه او تشتري من عندي طابعه او اكسسوارات كمبيوتر، تواصل معايا من خلال رسائل الصفحه لو انت متابعني من على الفيسبوك، او من خلال تعليق على اليوتيوب، وانا هرد عليك بالعنوان وبالتفاصيل وبكل حاجه. وما تنساش زكاة العلم نشره، وان انت تشير الفيديو في كل مكان علشان الكل يستفيد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.